وحضرتك واعضاء مجلس اداره، يعني بامانه نادي القاهره، وطبعا صوره الشيخ خالد بن ثاني اللي كل الناس بصراحه الواحد شكر. فعلا الواحد بيوجه له الشكر، لانه انسان بمعنى الكلمه، ان هو يفتكر ويكرم الناس ديت، ويكون انا عرفت ان المبادره دي اول مره تتعمل، اول مره في التاريخ، اول مره في التاريخ. ففعلا انسان بمعنى الكلمه يعني الشيخ خالد وان هو فرح الناس دي. كلمته قال انا عايز افرح ذوي الاعاقه بالظبط. يعني حتى يعني لسه بقول لحضرتك بيفرح الناس دي، يفرح المجموعه دي، يفرح الابطال دي. لا ده احنا فعلا كلنا لازم نوجه له الشكر. ده واحد يقول لي انا حييت من جديد، يعني انا كان قدام ولادي ولا احفادي انا كنت بلعب رياضه، يقول لك ما حدش كان بيكرمنا. ايوه. ان بعد العمر ده كله ما حدش تخيل، يعني معظمهم بطلوا سنه 92 مثلا. أيوة. يعني داخلين في 30 سنه 40 سنه، يقول لك ان فجاه يجي لنا شعاع من الشيخ خالد ونتكرم ونطلع في التلفزيون، احنا حسينا ان احنا رجعنا 40 سنه تاني. بالظبط. ويا ريت والله التكريم ده يبقى مستمر ليهم، هو بصراحه لان هم فعلا يستاهلوا. لو حضرتك فاكر الدكتور فتحي ندى وهو بيتكلم بصراحه، يعني الدكتور فتحي طبعا هو نقيب المهن الرياضيه ومن الشخصيات راجل جميل، هو معانا كمان في الاتحاد العربي رئيس اللجنه العلميه. فقال انا بقيت محرج ان انا كنقيب مهن رياضيه ما كرمتش الناس دي، وكابتن ايهاب سبقني. ايوه. يعني هي الكلام ده فعلا في الاحتفاليه. يعني هو لا، هي الحاجه، وعلى فكره الحاجه دي طالعه من القلب، لا في دماغي. وما كانتش مترتبه على فكره. يعني الدنيا بس انت عايز تكبر بخاطر حد وتعمل خير، فما تعرفش ايه اللي بيحصل. الدنيا بتتيسر لوحدها. كل واحد دكتور استاذ النادي القاهره يقول لك فتح كابتن عبد الرحمن. انا عايز اقول لحضرتك ان هو ومجلس اداره كان مرحب لحضرتك درجه ما تتخيلهاش، لدرجه ان اعضاء مجلس الاداره كانوا حريصين. انا جيت حتى ما كنتش عامل حسابي، تكلموني جيت على النادي، واعضاء مجلس الاداره معظمهم برضو ما كانوش جم جري على النادي عشان يحضروا الاحتفاليه. استاذ عماد واستاذ اريان جابت لنا صوره الشيخ سعاده الشيخ خالد بن ثاني بن عبد الله الثاني صاحب الايادي البيضاء، وفعلا فرح الابطال العرب القدامى. ومن هنا من منبر النيل الرياضه اكيد حضرتك هتقول انا بشكره، انا فعلا بشكره وبوجه له الشكر، لانه اسعد الابطال واسعد الابطال العرب. حضرتك تقول 16 بطل عربي مزبوط. اسعدهم كلهم 8 من مصر، ودول فخر مصر. فعلا انا بوجه له كل الشكر. يعني يا ريت كل رجال الاعمال يبقى كده وزيه. وطبعا اكيد في ناس كتيره بس ما حدش ما يعرفوها، ما وجهوش الضوء ليهم، ما جاتلهمش الفرصه. احنا المفروض نكون المنبر ان احنا نوجه الضوء للمجموعه دي. يعني الحمد لله ان كنت انا حلقه الوصل، اكيد، لان انا اعتبر من ذوي الاعاقه. انا بشكرك ان حضرتك فكرت في الفكره دي. لا يعني دي جت كده من عند ربنا. عايز اخدمهم دول، اخدمهم ازاي؟ فلما عرضت عليه الفكره، ما هو لما يكون في حد بيفكر وحد يقول له اوكي، ما ممكن كان يقول لي ايه، لا يا كابتن انا مش هنرجع الموضوع شويه او نرجع، لكن لقيته يقول لي ايه، انا موافق وعايز اخد ثواب. بالظبط. يعني انا دي فاكرها وانا بكلمه في التليفون، يقول لي يا كابتن ايهاب انا اولا بشكرك وانا عايز اخد ثواب. ولما بعت له بعد الصور يقول لي ايه، الدال على الخير كفاعله. يعني انت السبب يعني. فهو من كتر سعادته قال لي انا بشكرك، لان انا فرحت الناس وشفتهم. احنا كلنا بنشكرك. لا يا